صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا حبايبي. بجد والله الواحد غاية الاسف، بجد الواحد حزين جدا وزعلان جدا جدا، والحزن كله على اخواتنا الفلسطين. ربنا معاهم يا رب، وربنا ينصرهم ان شاء الله، وان شاء الله ربنا يكبر بخاطرهم وينصرهم باذن الله عن من يعاديهم. والله انا من امبارح لما شفت المهزله والمذبحه اللي هناك دي، بجد نفسيتي تعبت جدا، والواحد في قمه الحزن، والله العظيم في قمه الحزن. بس هنقول ايه، ربنا معاهم يا رب، وان شاء الله ربنا ينصرهم جميعا يا رب. القدس عربيا باذن الله، واحد احد باذن الله. يلا بينا يا حبايبي، هنبدا مع بعض زي ما انتم شايفين كده. هنعمل مع بعض صينيه السمك المكاريل، يا رب تنال اعجابكم. تمام، انا طبعا نضفت السمك ونقعته طبعا بال... بالليمون بقى والملح والدقيق بقى، ونقعته تمام كده. سيبته حوالي 10 دقايق، وجبنا الخضار بتاعنا. معلش يعني اسفة على صوتي والله، بس الواحد فعلا حزين جدا والله. طبعا الخضار بتاعنا هو الفلفل طبعا، اه يا حبايبي. اه يا حبايبي كده عملنا الفلفل بتاعنا، وهنقطع برضو الطماطم شرايح رفيعة كده اهو. واللي وصل معايا لحد كده ما ينساش اللايك يا حبايبي والكومنتات، عشان وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من عائلة ام حنين. تمام كده، انا مش مسرعة اي مقطع خالص خالص عشان البنوتات الصغيرة تتعلم برضو اهو زي ما انتم شايفين كده. عاملة الفيديو على طبيعته، ومفيش اي سرعة خالص في الفيديو. تمام اهو، قطعنا بقى ايه الطماطم كمان اهي. اهو يا حبيبي قطعتها هي. طبعا هنجيب البصل بتاعنا برضو كان قطعه. اه والله بص، انا سايبه الفيديو مش قصدي في اي حاجه، سايبه على طبيعته يعني زي ما انتم شايفين كده. ودي برضو البصل اهو. دي الخضار بتاعنا. طبعا انا كنت عامله دقه كده، فلفل حامي على فلفل يعني بارد مش حامي، وفصين توم بقى، وبهارات بصل وبهارات سمك وكمون وملح وكده، ودي ربطتين بقدونس يا حبايبي. طبعا بس مش عارفه المقطع دي ما جاش معايا في التصوير ليه. تمام كده. اهو زي ما انتم شايفين كده اهوت البقدونس بتاعتنا. اهو دي السمك بتاعنا، انا كنت غسلاه، وبصي يعني نقعته حوالي ربع ساعة. عايزة تسيبي السمكاية بحالها، عايزة تقسميها على 2، انا قسمت كل سمكاية على 3 قطع. تمام كده زي ما انتم شايفين قدامكم اهوت.
اهو يا حبايبي. تمام كده، انا كده قطعته وغسلته ونقعته. شفتوا ما شاء الله نضيفه زي الفل ازاي. طبعا جبنا الصينيه بتاعتنا هنحط فيها الطماطم والبصل بتاعنا والفلفل. تمام، الخضار عموما بتاعنا اهو. طبعا دي الدقه اللي انا قلت لكم عليها. هنحط نص البقدونس والنص التاني في الخضار. هي الدقه اهيت يا جماعه. هناخد بس نصها والنص التاني هنتبل بيه السمك. طبعا سمك يعني ليمون. طبعا اي نوع، اي سمك عموما بيحب الليمون. عصيري بقى ليمونتين تلاتة زي ما انت حابه يعني. طبعا هنقلب بقى الخضار ده كله مع بعضه. والله بجد يا جماعه كانت جميله جدا، تستاهل بقكم بصراحه. جربوها على طريقتي، جميله قوي قوي. طبعا احنا قلبنا الخضار كله وفردناه كده في قلب الصينيه. وطبعا بقيه التتبيله ديت هنحطها في السمكه عشان تتشرب كده السمكية وتبقى طعمها حلوة يعني. تمام كده اهو زي ما انتم شايفين كده بنحشي كده ونحط. تمام كده اهو. تمام بالسواء كده. وطبعا هتحطي بقى حوالي معلقتين كده زيت على الوش كده. ما نحطش ميه علشان الخضار اصلا هينزل ميه. تمام، الطماطم والبصل بينزل ميه. معلقتين تلاتة كده زيت على الوش بس. وتقومي بقى مدخلاها الفرن. طبعا انا دخلتها الفرن يا حبايبي اهو. طبعا انا كده طلعتها من الفرن وعملت جنب منها رز ابيض. كانت السمكية بسم الله ما شاء الله مستوية جميلة جدا زي ما انتم شايفين كده اهو. سهلة وبسيطة جدا. وعملت جنبها رز ابيض زي ما قلت لكم، ودي بتنجان مشوي. كنت انا عاملاه برضك. تمام، بقول لكم ما تنسوش اللايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من عائلة ام حنين. اهو دي رز ابيض برضك اهو. يا حبايبي، والله الخضار ده اصلا اللي تاكل قبل. الفيديو بتاعنا يكون عجبكم، واسيبكم بقى في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.